السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هعمل صينية بطاطس. طبعا أنا قطعت البصل كده طرنشات وحطيت عليه حتة سمنة وحتة دهنة وهحمره كده، هحمره إن شاء الله وأوريهولكوا بعد ما أحمره كده. حمرت البصل أهي، طبعا أنا قطعتها زي ما أنا وريتها لكم كده طرنشات وحمرتها نص تحميره كده بسيطه، اللي هي بتدي البطاطس طعم جميل جدا. ومقطعه اهو قرنين فلفل حامي بحطهم عليهم كده، هو مش حامي قوي يعني زي ما انتم شايفين كده، واقلبها كويس. وحطيت طبعا الفلفل عليها وحبه فلفل اسمر هتبلها اهو. حطيت فلفل اسمر وشويه كزبره اهو واقلبها كويس كده. الطريقه دي بتديها طعم حلو جدا. كده انا مقطعه طبعا البطاطس زي ما انتم شايفينها كده طرنشات وغسلتها. هبدا احطها هنا كده بسم الله. دي بتبقى بص يا جماعه ولا اكنها على لحمه، لا اطعم من اللحمه كمان. هجيبها زي ما انتم شايفين كده شويه بالبصل والتوابل والفلفل شويه كده، واروح ضربه القوطه وحطها عليها. بص انا شوحتها اهو، شايفين ما شاء الله عليها، وحطيت لها الملح اهو بتاعها. هبدا بقى اروح حاطه لها القوطه في القوطه كده. جربوها يا جماعه بالطريقه دي، طعمها حكايه. هسيبها تقلب على البوتاجاز قلبتين واروح مدخلها الفرن. هحط نقطه سكر صغنونه قوي، نقطه سكر صغنونه عشان لو القوطه مززه نقطه السكر دي بصوا كده اهي، نقطه السكر دي تظبطها بس كده. بصوا يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله. ريحه بقى وطعم بسم الله ما شاء الله حكايه. جربوها وهتعجبكم، وما تنسوناش ان شاء الله تدعموا لنا القناه وتحطوا لنا لايكات حلوه كده من عندكم واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.